بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الاعدادي، النهارده هناخد درس جديد وظريف ولطيف من دروس الدراسات الاجتماعيه. هنبدا النهارده بدرس تضاريس وطننا العربي. تضاريس وطننا العربي يعني الحتت المرتفعه والمنخفضه في الوطن العربي، يعني الجبال والهضاب والتلال اللي في الوطن العربي، يعني البحار والانهار اللي في الوطن العربي. يبقى كلمه تضاريس هي المرتفعات والمنخفضات. ده ابسط تعريف ممكن نشوفه. اول حاجه ممكن نشوفها هيجي يقول لك هل ان مظاهر السطح اللي هي الجبال والحاجات دي بقى كانت عائق، كانت مشكله امام وحده الوطن العربي؟ نقول له ايه؟ لا، بل ساهمت في تحقيق الوحده بين ابنائه. الوطن العربي كل ابنائه بيروحوا، اللي في السعوديه بيروح اليمن، بيروح البحرين، بيروح فلسطين، بيروح الجزائر، تونس. مفيش مشكله بتقف قدامه عشان مثلا البحر الاحمر، او عشان مثلا جبال عمان، او عشان جبال اطلس، او حاجات زي كده. يبقى الجبال ومظاهر السطح ما كانتش مشكله في يوم من الايام. تمام او الكلام ده. طيب ايه كمان؟ قال لك ساعدت التضاريس ديت على الحفاظ على شخصيه الوطن العربي، كما ساعدته على الاتصال بالعالم الخارجي. بمعنى انا من خلال البحر الاحمر او خلال البحر المتوسط ممكن اسافر لاي دوله تانية، يبقى انا كده بتعرف على العالم الخارجي من خلال البحار، يبقى انا كده استفدت. طيب ساعدته على الحفاظ على شخصيته ازاي؟ هنفترض ان انت عندك مؤتمر دلوقتي في التلفزيون، المؤتمر ده في امريكا، مجرد ما هتبص كده وهتلاقي راجل لابس جلابيه، وهتلاقيه لابس عمه، وهتلاقيه لابس العقال اللي فوق العمه، هتعرف ان الراجل دوت من الخليج. ماشي؟ عندنا برضو الجماعه بتوع تونس ممكن تلاقي معظمهم بيلبسوا العبايه واللي هي مطرزه ديت وليها زعبوط من ورا. فديت حاجات عادات وتقاليد اكتسبها الوطن العربي لا زال محتفظ بها لحد النهارده. يبقى انا عندي الحفاظ على شخصيه الوطن العربي، تحقيق الوحده، ده برغم ان في ايه؟ مظاهر للسطح موجوده او جبال وهضاب. والسؤال ده هو بيجي على طول في الامتحانات، يقول لك صح ولا غلط؟ تضاريس الوطن العربي كانت مشكله بالنسبه لسكانه؟ كانت مشكله بالنسبه لابنائه؟ نقول له لا، بالعكس، ده ساهمت في تحقيق الوحده والتلاحم. يعني مثلا نهر النيل، الناس بقت تركب نهر النيل من مصر للسودان، يبقى ده كان ميزه. تمام او الكلام ده. لما نيجي نقول مظاهر السطح في الوطن العربي، مظاهر السطح في الوطن العربي بتنقسم الى 3 انواع، وفي كل حته برضه مش في الوطن العربي بس. قال لك مناطق مرتفعه، وديت بتتمثل في الجبال، يبقى انا في اي حته في الدنيا بلاقي عندي مناطق مرتفعه، وديت بتبقى في الجبال. طب مناطق متوسطه دي بتبقى في الهضاب، يبقى انا عندي لو في مناطق مرتفعه تبقى جبال، لو في مناطق متوسطه تبقى ايه؟ هضاب. طب انا عندي ممكن اشوف ايه في الوطن العربي تاني؟ قال لك ممكن تشوف مناطق منخفضه، وديت يا اما سهول ساحليه يا اما سهول فيضيه. وعندنا يا اولاد حاجه السنه دي اسمها سهول صحراويه، ودي اول مره ننزلها لكم في المنهج. ماشي؟ كانت موجوده في ثالثه اعدادي، فهم ايه بداوا يعرفوكم عليها من ثانيه اعدادي. يبقى انا عندي مناطق مرتفعه زي الجبال، مناطق متوسطه زي الهضاب، مناطق منخفضه زي السهول الساحليه والسهول ايه؟ الفيضيه. ايه العوامل اللي ممكن تشكل سطح الوطن العربي؟ قال لك في عندي عوامل باطنيه، يعني في باطن الارض. تمام او الكلام ده. العوامل الباطنيه ديت في منها بطيء زي الالتواءات والانكسارات. ممكن جبل يبدا في حركه التواء ما نحسش بيه خالص، اللي يحس بيه واحد يكون عاش مليون سنه، وطبعا مفيش حد بيعيش مليون سنه، فبالتالي ما حدش بيشوف الموضوع ده. او انكسارات، جبل بينكسر او حاجات زي كده. يبقى انا عندي العوامل الباطنيه يا اما عوامل بطيئه وديت ما بنحسش بيها لانها بتتم ببطء شديد زي الالتواءات والانكسارات، يا اما عوامل سريعه، والعوامل السريعه اللي هي الزلازل وايه؟ والبراكين. يبقى انا عندي الزلازل والبراكين ديت عوامل سريعه. طيب العوامل البطيئه التواءات وانكسارات. عارفين لما يكون عندنا لبانه من النوع الطويل، اللبان اللي هو الطويل ده، ونقوم متكين عليه بيحصل له ايه؟ عمليه التواء. نفس الحكايه برضو في نوع من انواع القشره الارضيه لما بنضغط عليه بيلتوي. طب لو عندنا بسكوته، لو عندنا بسكوته واتكينا عليها يحصل لها ايه؟ يحصل لها انكسار. برضو نفس الحكايه، في عندنا انواع من انواع التربه بتبقى جامده، فلما بنضغط عليها او لما بتضغط عليها بتلاقي الطبقه ديت انكسرت. يبقى انا عندي التواءات وانكسارات، وديت بتتم في الاف السنين، فبالتالي تبقى عوامل بطيئه. طيب ممكن زلزال او بركان يحصل في ثواني، يبقى دي عوامل ايه؟ سريعه. طب ده كله الزلازل والبراكين والحاجات دي كلها بتتم في باطن الارض من تحت. قال لك بقى فوق الارض، فوق الارض في حاجه اسمها التعريه. التعريه ديت في منها تعريه مائيه وتعريه هوائيه. مش هناخد الانواع الاربعه دولت، هناخد تعريه مائيه وتعريه هوائيه، يعني تعريه بفعل الماء وتعريه بفعل الهواء. والتعريه ببساطه يا اولاد هي عمليه نحت ونقل وارسال.
يعني هنفترض مثلا ان بيتنا مدهون جديد، البيت بتاعي مدهون جديد، بعد 5 6 سنين هلاقي الدهان بتاعه وقع والهواء اشتال الدهان ده وقام ايه؟ قام سايبه في حته تانيه. يبقى لما الدهان وقع ده عمليه نحت، لما الدهان اتنقل ده عمليه نقل، لما الهواء ما عادش قادر يشتاله فنزل على الارض ده عمليه ارسال. لما هنبص لتضاريس الوطن العربي هنلاقي عندنا قلنا جبال وهضاب وسهول. الجبال في منها التوائيه وفي منها انكساريه. يبقى انا عندي الجبال نوعين، التوائيه وانكساريه. طيب الجبال الالتوائيه زي ايه؟ قال لك زي اطلس وكردستان وزاجرس وعمان. خلاص، اطلس وزاجرس الاثنين اخرهم سين هم، وكردستان وعمان الاثنين اخرهم ان. طيب عندي بقى جبال انكساريه. انكساريه يعني اتكسرت. زمان البحر الاحمر ده ما كانش موجود، كانت مصر لازقه في السعوديه، وبعدين حصل انكسار فبقى حته عند منخفضه اللي هي البحر الاحمر، وبعد كده ايه؟ اتملى ميه في عصر كان فيه شتاء كتير اسمه العصر المطير. طيب نيجي للمهم اللي عندنا في المنهج. قال لك الجبال الانكساريه هي جبال الشام وجبال البحر الاحمر. لو انت حطيت صبعك على البحر الاحمر والشام هتلاقيك غطيتهم هما الاثنين. يبقى ممكن لو جيت وعايز اعرف البحار اللي هي الانكساريه والبحار اللي هي الالتوائيه اقوم حاطط صبعي على جبال البحر الاحمر وجبال الشام. لما احط صبع عليهم الاقي كل ما عداهم كل حاجه غيرهم جبال التوائيه. يبقى انا لو غطيت جبال البحر الاحمر وجبال الشام يبقى دولت انكساريين. طب زاجرس التوائيه، عمان التوائيه، كردستان التوائيه، اطلس التوائيه. وما ننساش ان جبال البحر الاحمر نوعين. يعني ايه نوعين؟ يعني البحر الاحمر ليه شط في افريقيا وليه شط في اسيا. الشط اللي في افريقيا اللي هو في مصر والسودان اسمه جبال البحر الاحمر. طب ناحيه السعوديه لا، اسمها حجاز وعسير واليمن. يعني نفس الجبال بتاعت البحر الاحمر بس في البر التاني اللي هو بر ايه؟ شبه الجزيره العربيه. طب لو جينا نتكلم عن الهضاب، الهضاب في منها في اسيا وفي منها في افريقيا. الهضاب اللي في اسيا هضاب باديه الشام، حضرموت، نجد. يبقى انا عندي 3 هضاب في اسيا، باديه الشام، حضرموت، نجد. طب الهضاب اللي في افريقيا هضبه افريقيا الشماليه، ودي اكبر هضبه ماسكه من البحر الاحمر لحد المحيط الاطلنطي، ومن البحر المتوسط لحد الصحراء الكبرى. يعني ماسكه تقريبا كل الحته اللي هي في افريقيا. يبقى انا عندي اكبر هضبه في الهضاب هضبه افريقيا الشماليه. عندي فوق في تونس والمغرب والجزائر اللي احنا بنقول عليها بلاد المغرب العربي في هضبه تانية صغيره اسمها هضبه الشطوط. يبقى انا عندي في افريقيا هضبتين، واحده صغنطوطه وواحده كبيره، هضبه الشطوط وهضبه افريقيا الشماليه. يبقى انا عندي كم هضبه في افريقيا؟ 2. هضبه افريقيا الشماليه اللي ماسكه تقريبا كل الجناح الافريقي، وهضبه الشطوط. طيب عندي بالنسبه لاسيا في كم هضبه؟ عندي هضبه باديه الشام. وكلمه باديه الشام هتلاقي كلمه الشام فيها الف ولام وشين والف وميم. طب انا بقول كده ليه؟ لان كلمه الشمال هتلاقي فيها الف ولام وشين وميم ولام، يعني الشام في الشمال. طيب نجد 3 حروف، نون وجيم ودال. طب ووسط 3 حروف، واو وسين وطاء، يبقى نجد في الوسط. تمام. وحضرموت اولها ح وجنوب اولها جيم، يعني فرق النقطه بس. يبقى انا عندي باديه الشام في الشمال، ونجد ام 3 حروف في الوسط، وحضرموت في الجنوب. حضرموت قصادها الشطوط، لما نعمل كده اكس نلاقي حضرموت بتعمل مقص مع الشطوط. طيب نيجي بعد كده لايه؟ للسهول. السهول في عندي فيضيه وساحليه وصحراويه. السهول الفيضيه ببساطه اسهلها لك، اقول لك على معلومه تعرف منها اي سهل فيضي فين. شوف النهر وقول ده سهل فيضي. يعني عندي في مصر نهر النيل، يبقى سهول نهر النيل.
طب عندي في العراق دجلة والفرات، يبقى سهول فيضية دجلة والفرات. ليه؟ مش النهر هو اللي بيعمل فيضان. طيب النهر لما بيعمل فيضان بيغرق الناحية دي وبيغرق الناحية دي، بيغرقهم مية وطينة. المية بتنشف ويتفضل الرواسب اللي هي الطينة. الطينة دي بقى بتبقى بعد كده نزرعها، اسمها سهل فيضي. يبقى السهول الفيضية بتيجي من الأنهار، يبقى لازم السهل الفيضي يبقى جنب النهر. يبقى أنا عندي مثلا النيل يبقى سهول النيل، دجلة والفرات يبقى سهول دجلة والفرات، جوبة وشبيلي في الصومال يبقى سهول جوبة وشبيلي اللي في الصومال، نهر الأردن في الأردن يبقى سهول نهر الأردن اللي في الأردن. طب أنا عندي في سوريا نهر العاصي، يبقى وأنا مغمض سهول نهر العاصي. طب أنا عندي في لبنان سهول الليطاني، يبقى سهول الليطاني. يبقى أي نهر أشوفه أقوم قايل دي سهول فيضية. طب السهول الساحلية أعرفها إزاي؟ قال لك شوف الحتة اللي بنحط فيها الكراسي والشماسي على البلاج، البلاج اللي هو الساحل بتاع البحر أو المحيط أو الخليج، ده اسمه سهل ساحلي. طب أنا عندي ممكن الناس تروح تعمل البلاج فين؟ في البحر الأحمر، في البحر المتوسط، في الخليج العربي. يبقى كل ما يحيط بالبحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي، كل دي كلها اسمها سهول ساحلية، الحتة اللي احنا ايه تبقى على شط البحر. خلاص. طب السهول الصحراوية، السهول الصحراوية اللي هي الحتة اللي فيها زلط وفيها رمل. تمام كده؟ تمام. ناخد بشيء من التفصيل شوية معلومات تانية. عندي فوق هنا هلاقي جبال أطلس. جبال أطلس دهيت نوعين. جبال أطلس ديت كام نوع؟ نوعين. في فوق أطلس التل وفي تحت أطلس الصحراء. يبقى أنا عندي أطلس التل في الشمال وأطلس الصحراء في الجنوب. إيه اللي في شمال وإيه اللي في الجنوب؟ قال لك في الوسط هنا هضبة اسمها هضبة إيه؟ الشطوط. يبقى هضبة الشطوط فوقها أطلس التل اللي هو في الشمال. يبقى اللي آخره لام الشمال والتل آخره إيه؟ لام برضه. طب أنا عندي تحت هنا ناحية الصحراء الكبرى ألاقي أطلس الصحراء، يبقى أطلس الصحراء تحت. طيب دي كلها هضبة إفريقيا الشمالية. عندي بقى هنا هون هلاقي 3 هضاب. هضبة بادية الشام اللي قلت لك عليها في الشمال، هضبة نجد في الوسط، هضبة حضرموت في الجنوب. جميل أوي الكلام ده. العوامل التي تؤثر في تشكيل سطح الوطن العربي. ممكن يجي سؤال يقول لي ايه العوامل اللي اثرت في تشكيل سطح الوطن العربي؟ اقول له في عوامل سريعه وفي عوامل ايه بطيئه. هناخد الاول العوامل البطيئه. العوامل البطيئه بتشمل ايه؟ بتشمل الحركات الالتوائيه والانكساريه. وهناخد الاول الالتوائيه. الالتوائيه هي حركات باطنيه كبرى. يبقى انا عندي الحركات الالتوائيه بتتم في باطن الارض وهي حركات باطنيه ايه كبرى. طب ما النتائج المترتبه عليها؟ نقول له ادت الى تكون سلاسل جبليه. بتعمل كده سلاسل جبليه، حرف دبليو في ام في دبليو في ام في دبليو في ام، زي جبال كردستان وزاجروس وعمان واطلس. يبقى انا عندي الحركات الالتوائيه بتعمل سلاسل جبليه عامله زي الاغنيه. طب بما تفسر وجود سلاسل جبليه نتيجه الحركات الالتوائيه. طب ما النتائج المترتبه على الحركات الالتوائيه؟ تكون سلاسل جبليه. طب اديني مثال للسلاسل الجبليه. كردستان وزاجروس وعمان واطلس. الحركات الانكساريه هنلاقي الحركات الانكساريه هي عباره عن حركات باطنيه اصابت الصخور الصلبه. احنا قلنا الانكسار بيحصل في حاجه عامله زي ايه؟ زي البسكوته كده. لكن الالتواء بيحصل في حاجه عامله زي اللبان، يعني دي بتبقى طريه ودي بتبقى ايه؟ جامده. طيب الحركات الانكساريه ادت الى ارتفاع بعض الاجزاء وانخفاض البعض الاخر، مثل جبال الشام وجبال البحر الاحمر. يبقى انا عندي الجبال اللي هي الانكساريه جبال الشام وجبال البحر ايه؟ الاحمر. طب ما النتائج المترتبه على الحركات الانكساريه؟ ارتفاع بعض الاجزاء وانخفاض البعض الاخر. طب بما تفسر وجود اماكن مرتفعه واماكن منخفضه نتيجه الحركات الانكساريه. السؤال بيجي بالطريقه بما تفسر او ما النتائج المترتبه على، والاثنين تعكسهم. عندي برضو من الحركات الباطنيه بقى بس سريعه. الاثنين اللي فوق دولت بطيئه، اللي تحت ديت سريعه.
الثورات البركانية والزلازل أدت إلى ظهور الجبال والهضاب مثل هضبة اليمن. يبقى مما تفسر ظهور هضبة اليمن، أقول له نتيجة الثورات البركانية. طب ما النتائج المترتبة على الثورات البركانية؟ أقول له أدت إلى ظهور بعض الجبال والهضاب البركانية. جميل أوي الكلام ده. ثانيا العوامل الخارجية. العوامل الخارجية اللي هي بقى فوق إيه؟ فوق سطح الأرض. قال لك عندي أول حاجة التعرية المائية. طب أنا عندي إيه اللي ماء وممكن يعمل تعرية؟ قال لك المياه في النهر وفي البحر. يبقى أنا عندي التعرية المائية في النهر وفي البحر، وتتمثل في نحت ونقل وإرسال. يبقى المية بتعمل 3 حاجات: بتنحت وتنقل وترسب. يعني ايه؟ قال لك بص يا سيدي، انا عندي اولا بينتج عن النحت والنقل والارسال بالميه اوديه جافه، وهوريك دلوقتي ايه صوره للاوديه الجافه. هنفترض ان انا عندي دلوقتي الميه جايه شديده جدا ومندفعه اندفاع رهيب، هتعمل في جوانب النهر توقع بعض الزلط والرمل والطينه والحاجات ديت، وبعدين هتنقلها لان الميه احنا قلنا مندفعه فهتشتري الحاجات دي. لما الميه هتبقى سرعتها بطيئه خالص وهتقف، هتقوم ترسب اللي هي بتنقله. يبقى دي اسمها تعريه مائيه. يبقى التعريه المائيه هي نحتت في الاول بعض ايه الحاجات اللي موجوده في جوانب النهر، سواء بقى طوب، سواء مثلا حصى، سواء كلام من ده، وبعد كده نقلته وبعد كده رسبته. طب ده بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه اشكال مختلفه زي الاوديه الجافه. وعندنا من اكبر الامثله للاوديه الجافه وادي العلاقي في مصر. يبقى لو جه وقال لك قول لي مثال للاوديه الجافه، تقول له وادي العلاقي في مصر. التعريه الهوائيه بتتمثل في نحت ونقل وارسال. شفت اللي فوق؟ بس ديت هوائيه وديت مائيه. يبقى اي تعريه في الدنيا هي نحت ونقل وارسال. طيب التعريه المائيه الهوائيه بينتج عنها ايه؟ قال لك كثبان رمليه. وكثبان رمليه يعني اشكال من الرمال. طيب هناك عوامل اخرى وهي التجويه والتعريه الساحليه والتعريه الجليديه، بس احنا هنكتفي بالتعريه المائيه والتعريه ايه الهوائيه. لما بنبص على الوطن العربي بنلاقي عندنا برضو بعض الظاهرات المميزة زي الواحات والأودية الجافة والتكوينات الرملية. الواحات طبعا في مصر واحة سيوة مشهورة جدا وكلنا عارفينها، وفي ليبيا واحة الكفرة، وفي الأودية الجافة بنلاقي وادي العلاقش. التكوينات الرملية بنلاقي الكثبان الرملية، بحر الرمال العظيم اللي بيننا وبين ليبيا. طب يعني ايه واحات؟ قال لك الواحات هي أرض خضراء وسط الصحراء بيبقى بيها زراعة بتعتمد على المياه الجوفية اللي هي الآبار والعيون. يبقى الواحات هي أرض خضراء وسط الصحراء زي سيوة في مصر والكفرة فين؟ في ليبيا. طيب الأودية الجافة هي أودية كانت تملأها المياه، حاجة كده شبه الترعة أو نهر صغير كان بيملأوا المياه ثم جف. لما جف بقينا بنستخدمه في حاجتين: يا إما بنستخدمه كطريق للمواصلات، يا إما بنستخدمه كمصدر لمياه الآبار والعيون. التكوينات الرملية وهي ايه الأشكال اللي بتبقى من الرمل. وطبعا احنا عندنا بين مصر وليبيا حاجة اسمها بحر الرمال العظيم، لأن لو حد مشى في الرمل اللي هناك ده بيغوص، لأن الرمل مش ثابت ومتحرك فسميناه بهذا الاسم. يبقى أنا خدت عندي دلوقتي حاجة اسمها بحر الرمال العظيم، ده من التكوينات الرملية. الأودية الجافة زي وادي العلاقي في مصر. الواحات زي سيوة والكفر. وبكده نكون انتهينا من الدرس بتاع النهارده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم. اي حد عنده سؤال او استفسار يسيبه لي على صفحه مستر عماد حمدي خليل على الفيسبوك او على اليوتيوب. سؤال النهارده: ايه اهم الاوديه الجافه اللي احنا درسناها النهارده في الدرس؟ اللي يعرف يكتبها لي تحت، واللي مش فاهم حاجه يكتبها لي في التعليقات، وانا من عينيا اشرحها لكم مره واثنين وثلاثه، كلكم زي ولادي ومحدش يتكسف ولا حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.